تمام جدا. أستاذ ياسر، كنا عايزين نتعرف على بعض الحاجات اللي بتهم جماهير النادي المصري وعشاقه، وأسئلة كتير بتدور في بالهم، فاحنا يعني مش هنلاقي حد أكتر يعني من حضرتك إنك تجاوبنا على الأسئلة دي. فبالبداية كنا عايزين نتعرف على شروط عقد الشناوي. والله بالنسبة لأحمد شناوي، والحمد لله الراجل قعد معانا، وأحمد قال لك أنا انطلقت من النادي المصري والنادي المصري بيدين لي بالفضل، والراجل قعد ومضى لي على بياض، ومفيش أي مشكلة بالنسبة لعقد الشناوي. زي ما اللعيبة كلها نزلت في عقودها هو نزل في عقوده، والراجل كان أخد وعد شخص مننا أو أخد مننا كمجلس إن لو جت له حاجة إن شاء الله في شهر يناير بالنسبة لبره مصر. اللي انت عارفه الشناوي بالنسبه للنادي المصري هو يعني احنا مش عايزين نكفله حقه، يعني هو يعتبر استثمار للنادي المصري، وهو اللي هيبقى سفير النادي المصري وبورسعيد وسفير مصر ان شاء الله في الخارج. فاحنا مش هنقف قدام مستقبل لو جاله حاجه في يناير، حاجه تليق بيه وباسمه وباسم النادي المصري بره، فان شاء الله يعني هنتخذ قرار ان هو يطلع ان شاء الله، وهيكون في البديل المناسب بالنسبه لان كلنا عارفين الاحوال في مصر بالنسبه للدوري السنه دي، فهيكون في لو جاله حاجه اعاره السنه دي على اساس لما تستقر الامور يرجع برضه. وهو الشناوي كل وجهة نظره ان هو عايز يلعب على اساس النهارده لما حصل تجمع المنتخب في 3 حراس، مع احترامي انا شايف، مش عايز اقول ان هي دي مش مجامله، ده حقه ان هو من احسن حراس مرمى في مصر. فان هو برضه نفسيا الولد لما جاي حصل وما حصلش في تجمع كان نفسيا متاثر، فقلت له يعني الظروف وان شاء الله هتحجز مكانك في الصف الاول كمان يعني ان شاء الله. فبالنسبه للشناوي مفيش اي مشاكل بالنسبه لعقده، وهيكون موجود معانا في الفتره دي. لو ربنا كرمه وجاله حاجه في يناير اعاره هناخد قرار بسفره ان شاء الله. طب وبالنسبة لباقي عقود اللاعبين في أي مشاكل؟ خلاص اللعيبه كلها جم قعدوا معانا وشرحنا لهم ظروف النادي وظروف البلد، الناس كلها تفهمت الموقف. وبقول لك اللي خلانا احنا كنا واخدين قرار من الاول ان احنا عدم مشاركه السنه دي عشان الظروف اللي فيها البلد، فلما شفنا الحماس اللي فيه اللعيبه كلها عايزه تيجي وعايزه تشارك وعندهم حماس غير عادي، كلمناهم نزلوا عقودهم. عايز اقول ان في ناس نزلتهم اقل من النص، واللعيبه كلها زي ما انت شايفه بتتمرن وعندهم حماس، وان شاء الله ربنا ييسر ويرجع بقى النادي المصري لوضعه الطبيعي في الفرق المقدمه الجماهيريه باذن الله ان شاء الله في القريب العاجل يعني. أستاذ ياسر، في حالة عودة الدوري ومشاركة النادي المصري، يا ترى تم الاتفاق على الملعب اللي هيلعب عليه النادي؟ هو احنا كنا صرنا الموضوع ده مع سيادة المحافظ، وانا عايز اقول ان سيادة المحافظ برضو كان ليه الفضل الاول في ان احنا غيرنا اتجاهنا، وبشوف بالنسبه لان الراجل ده بورسعيدي وعارف ان الكوره بالنسبه للشارع البورسعيدي هي الماء والهواء، فالراجل كان في ظهرنا بصراحه، وكنا عرضنا عليه موضوع الملاعب، وكنا قلنا له ان انسب حاجه في الفتره دي هو النادي الاسماعيلي، وكنا خاطبنا مجلس اداره النادي الاسماعيلي، والناس قابلوا الموضوع بكل ترحاب. لكن لسه بقى موضوع الموافقات الامنيه، واعتقد ان كان في الايام اللي فاتت كانوا بيقولوا ان الدوري كله هيتلعب في ملاعب جيش، فلسه يعني ما وصلناش للحل النهائي، بس ان شاء الله اعتقد هيبقى في ملاعب جيش، يعني ممكن يكون في ملعب الجيش في السويس الجيش الثالث، فلسه ما وصلناش للاتفاق النهائي ان شاء الله. تمام. طب وبالنسبة لفترة التدريب، هل هيتم الاكتفاء بالتدريبات داخل بورسعيد ولا هيبقى في معسكر خارجي؟ هو حاليا الفترة دي هيبقى داخل بورسعيد، واحنا عندنا هنبتدي نعمل مباريات تجريبية، وكان في فاكس جانا النهارده في النادي من النادي الاسماعيلي على اساس يبقى في مباراه بيننا وبين النادي الاسماعيلي هيكون داخلها لصالح المرحوم كابتن ايمن الجمل، كابتن ايمن رمضان عفوا، والكابتن احمد رزق. وعندنا يوم الخميس مباراه مع منتخب اسماعيليه، فهنبتدي اليومين دول مباراه تنشيطيه بقى تجريبيه وكده، وبعد كده ان شاء الله هيبقى برضو محطوط في الخطه يبقى في معسكر برضه هيبقى في اسماعيليه او في لسه ما حددناش، بس هيبقى ان شاء الله في اسماعيليه في القريه الاولمبيه. ويعني في جدول كده كان حاطه الكابتن صبري وماشيين فيه يعني ان شاء الله. في اي تنسيق مع الامن في حاله اقامه معسكر للنادي المصري او اقامه اي مباراه وديه خارج بورسعيد؟ طبعا يعني هو لازم بناخد الموافقات الامنيه، انت عارفه الظروف اللي فيها البلد واللي فيها والظرف الخاص بتاع النادي المصري، فقبل ما نعمل اي حاجه بيكون في فاكسات وفي مراسلات بيننا وبين الناس المسؤولين عن الامن هنا يعني، فبقى في تنسيق بيننا وبين مديريه الامن عندنا في بورسعيد. طب وبالنسبه للكابتن صبري، هل طلب التعاقد مع اي لاعب بعينه يعني؟
كابتن صبري كان طلب، كان كلمنا وكان طلب التعاقد مع كابتن محسن ابو جريشك. كابتن محسن اضافه برضو، ولسه هو احنا كان طلب برضو نتعاقد مع فرود افريقي، ففي قدامنا سي في كام لعيب، ولسه الايام الجايه هيكون في تعاقد مع لعيب مفاجاه بالنسبه للاعب افريقي ان شاء الله يعني في الفتره اللي جايه. كان في كذا لاعب افريقي شفناهم في التدريبات، يا ترى ايه وجهة كابتن صبري بالنسبه لهم؟ لا، هو ما حصلش توفيق بالنسبه للعيبه، هم كانوا جايين اختبار، مش هم دول اللي يرضوا غرورنا وغرور النادي المصري. احنا عايزين لعيب يعوض غياب عبد الله السيف، احنا عايزين لعيب مش اقل مستوى، يمكن اعلى من المستوى ده ان شاء الله يعني. لو حبينا ان حضرتك توجه كلمه لجماهير وعشاق النادي المصري هتقول لهم ايه؟ بقول لهم بقى يعني خليكم في ظهرنا، وان شاء الله بنوعدكم ان شاء الله ان النادي المصري يرجع لوضعه الطبيعي طول ما انتم في ظهرنا وطول ما انتم بتساندونا يعني. اعتقد ان الجمهور البورسعيدي بقى، مش هنقول جمهور الكره المصريه، الجمهور البورسعيدي رقم واحد بالنسبه للنادي المصري، فاحنا في انتظار مساندتهم ان شاء الله في الايام الجايه، وعايزين بقى ننبذ التعصب والعناصر اللي هي الخارجه، عشان نبين للناس كلها ان اللي حصل ده ما كانش حاجه داخلة علينا، ونبين للناس منظرنا اللي هو الصح باذن الله في الايام الجايه. وطبعا جماهير النادي المصري جماهير واعيه، وهنعدي المرحله دي طول ما هم في ظهرنا، هنعدي المرحله ويرجع النادي المصري لوضعه الطبيعي باذن الله ان شاء الله. متشكره جدا وبالتوفيق لحضرتك وللنادي. الف شكر.